نبدأ سلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هي اليوم اشتهيت بيتزا من يدية راجلي، ما كانش من العاكسين، دخل الكوجينة وشمر على ذراعه. بالنسبة للزنجريديون الكل راهو أنا ما نتذكرهمش، ميتا ونكتبهم لكم في صندوق الوصف على ما نتذكر. حط 750 فرينة، عليهم 250 سميد أرطب، حط لا إله إلا الله محمد رسول الله، مغرفة متاع ماكلة كبيرة سكر، مغرفة ونص أوكا كيما تشوفوا في الفيديو. حط باكو خميرة، خميرة خبز، وعليهم نص مغرفة كيف كيف متاع ماكلة ملح، وحط الماء والزيت. هذه كانت طريقته. برس كيلو نجم نقولوا عمل، والله طيحت ما شاء الله، 3 ولا بلاتوات ولا 4 دي بلاتو. ما فيها بس. يدخل الراجل يعاون المرأة، تشتهي زاد المرأة باش تاكل من يدية راجلها، علاش ليه؟ الدليل زاد باهي كيف ما نحنا ندلوهم هما زاد يدللونا. هكا ما خرجنيش البرا، قلت له طيب لنا بيتزا. الكل كا يحط فيهم الكل بالميزان، قاعد يوزن الكل بالميزان. عمل لي بيتزا بالطن لا اله الا الله محمد رسول الله، بالجبن، يعني نوع لي، يعطيه الصحة. هكا قال لي نعمل لك البيتزا، ما تصورنيش، لا قلت له تهنى. قلت له تهنى ما نصوركش. لأن حط الماء وخلتها الكل مع بعضها. الكل بعد ما ندمجها الكلها مع بعضها هكا، وريتكم ديجا قداش ولت. الزيت لنا راهو صبوا على هذه في المرحلة الأولى، وصبوا زادة في المرحلة الثانية بعد ما تعجنت العجينة، يعني قسموا على مرتين. وقت نصور فيه مركزة معاه، ما منيشني مركزة شنو يحط، لأن خلتهم مع بعضهم ومن بعد باش يهبط يعجنها. بيه الراجل يعاون مرته في الكوجينة، علاش ليه؟ ماذا بيه ديما يدخل يعاونها، كسوة في التطيب، كسوة في غسلين المعون، في أي حكاية بيه الراجل يعاون المرأة. كيف ما هي تعاون البرا يعاونها الداخل، علاش ليه؟ التعاون ما بين الأزواج عندي أنا حاجة كبيرة برشا. الله يرحم والديه ويرحم والدين والديه زادة مرة أخرى. لأنك سرعت لكم شوية في الفيديو باش ما يجيش طويل. عجنها وبعد حتى شوية فرينة وزاد السميد وزاد عجنها بالكدا. هذيك بعد ما تعجنت هكا يوري فيكم ماهيش لاصقة وخمرت. لأنك قسمهم باش يعملهم دي بلاتو. هذه جت كبيرة هكا شوية، بعد باش يقسمها ويعاود ينجم يعمل منها باجيت فارسي، ينجم يعمل منها اللي تحبوا، حتى الخبز ينجم يجي زيادة قال لي. عندي لنا طماطم حطيتها تتسمط، بلوتو حتى هو تتسمط. كان قاعدة كان نصور، لأن كنوري فيكم فلفل طماطم بصل كلها باش يصوتيها. حط شوية زيت وزيت زيت زيتونة شوية، وهذه طريقته كيفاش عمل.
هذه نوري فيكم في الكوجينة، ما شاء الله الراجل كي يدخل الكوجينة كيفاش يردها. اي المهم ناكلوا حاجة بنينة، لانك حتى الطماطم بعد ما طابت جاتني ناقصة شوية الصوص. عندي لا اله الا الله، عندي واحد طماطم كونجيلي هكا جبتها وزدت عليها. بعد ما خمرت العجينة لنا كحلهم، بدا يقصف فيهم وباش يبدا يخدم على روحه. نعطيكم من نصيحة انا عن تجربة، يعني عن تجربة خاصة. الراجل دخلوا معك ديما الكوجينة، قلبها ما قلبهاش. آه، طيب اللي يعملوا ديما يعطيك الصحة، يعطيك الصحة بنينة خايبة، يعطيك ألف صحة. جيب لك قهوة ناقصة سكر، يعطيك ألف صحة، انت السكر متاعها. ديما الراجل قله ما شاء الله اللي عملته من يدياتك روعة. هكاك هكا يزيد شوية في الثقة في النفس ويزيد يعاونك. لأن كي حتى الفور باش يسخن شوية باش بعد يحط البيتزا. اللي يعملوا الراجل ديما يكسر خيرك. القهوة من يدياتك روعة، انت السكر متاعها حتى تكون ماسترة، لا يعطيك الصحة. طيبت الكوجينة تقلبت المهم طيب، يعني انا بعد تو نظف ما يسالش، المهم طيب. اما كتقول له ليه وما تمسليش وحوست لي الكوجينة وليه وما تعملش، ليه ليه ما عادش يمس، ما عادش يعمل الراجل. الراجل بطبعه بالحق ما عادش يعمل، ما عادش يعاونك. ديما يعطيك الصحة. لنا حتى الطماطم وبعد وبدا يفوح فيها، حتى شوي زيت، كليلو زعتر، فوتكم بالحديث. كليلو زعتر، زيدها شوي ملح خاطر عندي طماطم الاخرى انا مكنجلتها شويه فيها ملح. هكا لنا خلتها وباش يحضرها. لنا حتى العجينه في البلاتو يحط الطماطم الصوص. حسيلو نعمل في المونتاج وزدت اشتهيتها ما شاء الله، جت ما شاء الله، نودكم ولا نشهيكم. بالنسبه للبيتزا لنا حتى في الطابق الاخراني، حتى في الاخر وحل المروحه. كل واحد والفور متاعه، كل واحد والديجري متاع الفور. الجبن لنا نوع، موتزاريلا، والله ما نعرف يذوق موتزاريلا ونوع في حاجات اخرى. تو كل شيء نكتبه لكم خاطرني نسيت. انا ما نحبش البيتزا بالطن، اللي نعملها لي الخضره نوع لي، حتى طماطم، لا اله الا الله محمد رسول الله، طماطم حتى بصل، آه، فلفل، قرع اخضر، اللي عندكم خضرة تحب تحطها، تحب تنوع، تحب تزين على كيف كيفكم. اللي يحب حط، اللي يحب حاجة شهوة يعملها في البلاتو متاعه. ولا تشهيجات ما شاء الله بنينة بنينة بنينة. نودكم بها ولا نشهيكم. هاكا تبعوا انتم كيفاش عملها وتنجموا تحضروها، حتى تكون سهرية متاع نهار الأحد تعملوا به. لنا كي حط الزيتون زيد عليها شوية زيت زيتونة. قال لي مش ما يتحرقش يمكن الزيتون ولا. وبعد هكا حتى في الطق الثاني ورجع حطي. المهم ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تحطوا اللايك
كما تشوفوا هكا هذوما دو بلاتو اخرين. ما تنساوش تحطوا اللايك. اللي تفرج في الفيديو ماذا بيا يعمل ابوني كان عجبه بيان سور الفيديو، وكان عجبه الروتين، وكان عجبته قناتي. يعطيكم الف صحة. وهذه كانت طاولتي كيفاش حضرتها، بطبيعة راني ماكلتهاش الكل، عطيت منها. ان شاء الله تعجب في فيديو قادم بإذن الله.